انت مش عارف تصبر على المصيبه او الكارثه اللي انت فيها دلوقتي، اللي هي بالنسبه لك كارثه، هي بالمناسبه مش كارثه. يا هلا، احنا هنا في طرا عادي. هنا حيث اكون انا رقية. النهارده هنتكلم عن ليه ممكن يبقى عادي ان انت ما تحققش حلمك. ليه عادي الانسان ما يحققش حلمه، سواء في مجال شغل معين او دراسه معينه او جوازه معينه، ايا كان ايه الحلم اللي انت بتحلمه، ليه عادي ما يتحققش. اعتقد ان الحوار ده مهم. لازم تبقى عارف ان انت انسان مرن، يعني مطاط كده. عارف الحاجه اللي بتمط؟ انت بتمط. يعني ايه بتمط؟ يعني انت تقدر ان انت تكون في اي مكان، مع اي حد، تقدر تحقق اي حاجه. ده مش لو وقعوك قوم والحاجات دي، لا ده بجد والله. مرن يعني الانسان عنده قدره ان هو يكون موجود في اماكن مختلفه، يكون موجود مع ناس مختلفه، يغير خطته فجاه، يعمل حاجات ما كانتش مترتبه او ما كانش حاططها في الحسبان اساسا. فانت مرن. كام واحد او كام حد حواليك مثلا ما اتجوزش الشخص اللي هو نفسه يتجوزه طول حياته، اتجوز حد تاني بعدها فتره اكتشف ان ايه ده انا مبسوط. كام حد قدامك ما دخلش الكليه اللي هو عايزها، بعد سنه 2 لقيته كاتب مثلا بوست على الفيس ان يا جماعه انا في اعظم مكان في الكون، وانا ما كنتش متخيل ان انا ممكن ربنا يديني القوه اني اكمل في المكان ده. ها، كام واحد حواليك اتحط في اختيار مش هو اللي اختاره ولا كان عاوزه، وبعدها بفتره لقيته بيقولك ان ده كان احسن اختيار ممكن يتحط فيه. ده ما بيلفتش نظرك لاي حاجه خالص. انا مش بقدر افهم ان ازاي شعبة علم علوم كلها مثلا بيبقوا داخلين الشعبة دي عشان عايزين نفس الكلية. احنا كلنا عايزين نفس الكلية او كلنا عايزين كليات طبية. ازاي ناس مختلفة في الشخصية، في القدرات، في الامكانية، في الطباع، في اسلوب التحمل، ازاي يبقى كلنا نتحط في نفس المكان ونطلع في الاخر نفس الانتاجيه او انتاجيه مختلفه؟ ازاي كلنا نشتغل نفس الشغلانه في الاخر وندرس نفس الدراسه في الاخر؟ ازاي ما احنا الاثنين؟ ازاي دماغي بتعمل ايرور؟ الا لو كان ده مش حلمنا من الاساس، الا لو كان ده حلم المجتمع، والمجتمع عاوزنا طول الوقت نحس ان ده حلمنا، طول الوقت نبقى بنجري وبنموت نفسنا عشان حلمي اصلا مش حلمنا. انت متخيل ان انت في معركه مش بتاعتك؟ انت متخيل ان انت بتحارب في معركه انت مالكش علاقه بيها من الاساس؟ متخيل؟ انا عايزه اقولك ان العالم اكبر بكتير من التراك الصغير اللي انت موت نفسك فيه دلوقتي. الدنيا واسعه، ان ارضي واسعه، وربنا ارحم بكتير من ان هو يحطك في مكان واحد او يحطنا كلنا بمعنى اصح في مكان واحد علشان نطلع نفس الحاجه وننجز نفس الانجاز ونعمل نفس الانتاجيه. ده ما بيحصلش، ده عاده ما بيحصلش. ليه انت عايزه يحصل؟ احنا عموما اتخلقنا فينا صفتين هما اللي بيتحكموا فينا، هما الهلع والجزع. انت عموما انسان طول الوقت خايف من غير اي سبب، من غير اي مبرر، هلوع طول الوقت. وجزوع يعني انت مش بتصبر، انت مش عارف تصبر على المصيبه او الكارثه اللي انت فيها دلوقتي، اللي هي بالنسبه لك كارثه، هي بالمناسبه مش كارثه. انت مش عارف تصبر على الحاجه اللي انت فيها دلوقتي، مش عارف تصبر شويه لحد ما حكمه ربنا تبان، او ليه انا بقيت في المكان ده، ليه انا مش في المكان اللي انا عايزه. انت مش قادر تصبر عشان تعرف اجابه السؤال ده. جزء من اختبار ربنا ليك هو انك ما تبقاش شايف الصوره الكامله. هو ده الامتحان. هو مش هيبقى امتحان لو الصوره الكامله واضحه ليك، لو واضح ليه السبب اللي خلاك تكون موجود في المجال ده، او ايه السبب اللي خلاك ما تكملش مع الحد ده. لو ده واضح فعليا فده مش هيكون امتحان، لانك اوريدي هتبقى اقتنعت في اسباب تخليك تقتنع. لكن الحته اللي بتفصل ان مفيش اسباب وانت بتسلم، دي اللي بتفصل، دي اللي بتوضح مدى حقيقه ان انت في اختبار. فانت خلقت جزوع هلوع، واختبارك الحقيقي واختبارنا كلنا الحقيقي في الدنيا دي هو ان تسكن وتطمئن تلك النفس وتهدى كده وايه، تطمن كده بالراحه. حاول تنجح في الامتحان ده، لانه اعتقد مفيش امتحان هيجي تاني اهم منه. يعني انا شخص من 3 سنين كنت شايفه ان حلمي ضاع وان انا مستحيل اعرف اكون متواجده في اي مكان تاني. عايزه اقولك ان بعدها باسبوعين بالظبط عرفت ان انا عايزه بكره اكون متواجده في مكان تاني، وتواجدت فيه بكل السرور والسعاده اللي في العالم كله، عشان حاجه واحده. عرفت ساعتها انا امكانياتي ايه. عرفت ساعتها ان الحاجه اللي انا بحبها انا حباها من بره، بس انا فعليا مش حباها. يعني انا لما جيت فكرت في مجالات الشغل، الحاجه اللي انا بحبها انا مش حابه مجالات شغلها، انا مش حابه، انا حابه فكرتها، مش حابه مجال الشغل اصلا. فلو انا مش حابه المجال اللي انا ممكن اشتغل فيه بعد كده، او هو مش مناسب لطبيعتي مثلا كحد مش بيحب مثلا يشتغل في تيم، مش بيحب الظهور، مش بيحب كل الحاجات دي، بقيت احب الظهور على فكره. إيه كحد مش مناسب معاه الحاجات دي اصلا، فازاي اكون في المجال ده؟ لما عرفت بعدها انا ايه اللي مناسب معايا، ايه امكانياتي، ايه الحاجه اللي انا اقدر اعملها، اكتشفت ان اكتر حاجه انا بعملها وببقى مبسوطه بيها بشكل عام اني اسمع. فساعتها اكتشفت ان ايه ده، طب ما تتخصصي حاجه في نفسي، ادخلي نفسي
بس اعرف امكانياتك وقدرتك والحاجه اللي انت بتعرف تعملها، وصدقني هتلاقي في مجالات كتير دي تبقى عباره عن مهارات. لو انت عندك مهارات من مهارات المجال الطبي فانت هتعرف تحققها في مجالات تانية. لو انت عندك مهاره مثلا ان انت بتعرف تشتغل مع ناس، مهاره ان انت بتعرف تتكلم، مهاره ان انت بتحب تحل مشكله معينه، كل دي اسمها مهارات. انت اعرف ايه مهاراتك عشان تعرف ايه المجال المناسب ليك. مش هيكون مجال واحد، على الاقل كل انسان بيبقى ليه 3 مجالات مناسبين ليه، 3 مجالات قريبين من بعض فيهم نفس الفكره. اعرف اول حاجه مهاراتك علشان تقلل الهلع اللي عندك. انت هلوع وخايف عشان انت مش عارف. كل ما الانسان بيحس ان هو مش عارف كل ما بيبقى خايف، فانت مش عارف عشان خايف، فاعرف عشان ما تخافش. واخيرا اعرف ان قيمتك هي الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش حد يحققها غيرك، هي الحاجه الوحيده اللي مش هتيجي من مجال دراسه معين او مجال شغل معين او جوائز معينه. ايا كان قيمتك فيك انت، في الحاجه اللي بتعملها، في الحاجه اللي بتقدمها، فيك كشخص في الاول وفي الاخر، مش في اي حاجه تانية. اعتقد خلصنا. ثانية لسه ما خلصناش. وركزت على اللي ضاع منك، عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. شوف رزقك، الدنيا واسعة.